اليوم قست القلوب يا عباد الله، وإن كنا الحمد لله في المسجد ونصلي ومنا من يحفظ القرآن، لكن رقت القلوب، وهاي الخشية صرنا قلما نجدها، مع أنه يقرأ آيات ويقرأ كتاب الله. والله عز وجل يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشيتي. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتقون. ما يحضرني إلا قول الله عز وجل عن قلوبنا هاي القاسية، أن يغفر لنا، وأن ترق قلوبنا، وأن تبكي عيوننا من خشية الله. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. لا تزكي نفسك، بالعكس احرص على دائما توعظ نفسك، وحرص على أنك تحاول تأثر فيها، فرب دمعة تكون بها نجاتك من النار.